خطير ما يحصل في تونس اليوم. منظمات إرهابية تقوم بإرسال شباب تونس لسوريا بدعوى الجهاد. سجل في مدينة صيادة بولاية المنستير 3 حالات اختفاء لشبان منذ 3 أيام وهم على التوالي. هو مكتوب في الفيسبوك محمد بالحاج الزاهي، ولكننا نقول مروان الزاهي، وتتعرفوا علاش بدلت الاسم. خالد كريفة، وهذوما زوز شباب كل واحد منهم عمره 18 سنة ويقراوا في البكالوريا. ثم الشاب الثالث اسمه عبد الكريم جقريم، وهو شاب يبلغ من العمر 24 سنة، طالب بكلية العلوم بالمنستير. وقد عرف هؤلاء الشباب بمواظبتهم على الصلاة في المسجد، وبأنهم قد شاركوا في حلقات دينية مع مجموعات متطرفة، وذلك دون علم أهلهم. وقد علمنا من أهالي الضحايا بأنهم فوجئوا باختفاء أبنائهم منذ ساعات الفجر الأولى لنهار الأربعاء مع توقيت صلاة الفجر. وبرسائل تركها لهم أبنائهم مفادها أنهم ذاهبون للجهاد في سوريا، وذلك طلبا للشهادة. هذه المجموعات من الشبان يتم دمغجتهم لمدة زمنية، وذلك لتحضيرهم نفسانيا واستغلالهم بهذه الطريقة. وكل هذا يحصل وسط تعتيم حكومي وإعلامي كبيرا. الشرطة هي الآن بصدد البحث عن المفقودين. نداء إلى تونس. مراسلنا إنيس الكناني والسيدة رفيقة وازدهار والدة وأخت عبد الكريم جقريم. الحوار هذا تم تسجيله البارح تقريبا مع منتصف النهار. نسمع. احنا متواجدين في منزل السيد المنجي جقريم في مدينة صيادة من ولاية المنستير. سي المنجي جيناه للدار ما لقيناش، بويسك اللي زوجته السيدة رفيقة قالت اللي هو تحول لتبرقة ولا ما نعرفش وين مشى، فمن بعد تحكي لنا وين مشى. منزل كما قلنا منزل سي المنجي جقريم والد عبد الكريم جقريم. هو معنا السيدة رفيقة والدة عبد الكريم جقريم باش تعطينا أكثر تفاصيل على شنو اللي صار بالضبط في الحكاية هذه نتاع ولدك. مرحبا بك على الاكسبريس. بسم الله. ولدي توجه نهار الأربعاء بعد الأذان مباشرة للجامع، ومنها لم يرجع. وفوجئنا مع الساعة الثانية بعد الزواج بعائلة خالد كريسة أصيل ولاية صيادة يقرأ باك. قالوا لنا اللي لو حط لهم رسالة من تحت الباب موجود فيها: يا بابا أني سرقت لك 280 دينار سامحني. ورحنا ماشيين باش نستشهدوا في سوريا. هذا معناتها خالد كريفة، هذا خالد كريفة معناتها هو اللي حط الرسالة في دارهم. لا إنسان آخر مجهول. والرسالة بخط شكون؟ والرسالة بخط خالد. الرسالة مكتوبة بخط خالد كريفة موجهة لأهله بالذات، موجود فيها: سامحني بابا سرقت لك 280 دينار واني ماشي باش نستشهد بصحبة عبد الكريم جقريم. وين ماشي باش يستشهد؟ حسب ما ذكروا لي، خاطر ما قريتهاش الرسالة. في ليبيا أو نحو ليبيا أو سوريا. معناتها ولدك عبد الكريم جقريم وخالد في سوريا حاليا متواجد بالجزائر. اللهم اني خوفي الشديد انه يحتضنوه جماعه القاعده، خاطر نحس العمليه كان هي اخطبوط متكامل. اني بامكاناتي القليله اكتشفت انه مخطط ارهابي عظيم 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 عظيم. حتى بالنسبة من عائلتي هو الصد عن سبيل الله وقضاء على الدين الإسلامي وفك الأسر الإسلامية وتشويشها وتقطيع المجتمع وتدخيله في معضلة كبرى. ارتاح شوية سيدة رفيقة، ما يصيرش نخليوك ترتاح شوية بويسك اللي تبكي في حالة صحيح متأثرة بحكاية ولدك. هاو نحكيو شوية مع ازدهار اللي هي أخت الطالب عبد الكريم جقريم. ازدهار، نحب نسمع من عندك أنت الحكاية بالتفاصيل وبتروي باش نفهموا الحكاية شنو بالضبط. السلام عليكم ورحمة الله. عبد الكريم من الناس الملتزمين والمصلين واللي متعلق بربي بطريقة غير عادية، عنده ثقة كان في ربي.
في الدنيا هذه داروا بيها عباد خايبين، ابارامون هما اثروا عليه واقنعوه انه فكره الجهاد هي واجب مقدس على كل انسان قادر انه يجاهد في سبيل الله. كي راوا الظلم اللي في سوريا وكل كي تاثر بمشاهد القتل وبالشيء هذاك الكل كي حس انه لازم عليه انه يدفع الاذى هذاك على الناس الاخرين، الورك هو ماهوش واعي انه الواجب هذايا ماهوش واجبه هو، واجب ناس اخرين. مسكين دار بيه واحد مكني هذا الشرير اسمه احمد هذا، وقال له راهو الجهاد لازم، وبداو يقراوا في كتب ويمشيوا في دورات وحكايات كيما هكا. حاصله حتى عباله مخه اسسها له الفكره هذيك في مخه. الجمعه الاخرانيه قبل ما يخرجوا كان كل نهار براسك يجي يسال عليه للدار السيد هذايا احمد، ويلوج عليه ودرا شنو يحكي له. كل ما يجتمعوا اصحابه مع بعضهم حتى كي يجيوا عباد اخرين يقول لهم خليونا وحدنا وما تبقاوش معانا، ويبعدهم. فهمت؟ حاصله السيد هذا هز معاه خويا وطفل اخر اسمه خالد كريفه وطفل اخر مسالك. لا ثالث ما مقصدش ربي معاهم اما هما متفقين باش يتلاقاو ويمشيو مع بعضهم. كي تلاقاو الطفل الثالث بو خلط في جرته، هبطوا قالوا راني ماشي جست نحوس في سوسه. سمعت عليهم المحطة الوجات قصرة. لا انفصلوا غاديك. الطفل الاخر إنا با بو رجواندر الجماعة الاخرين. باهي الزهار معناتها باش نزيدوا نثبتوا المعلومة، هي المعلومة اللي متوفرة توا تقول بكونهم 3 شباب، معناتها انت تو تأكدن اللي هما مش 3 اللي مشاو اللي اختفوا. لا اللي اختفوا والرابع اختفى وحده، ما مشاش معاهم في الطريق. الرابع ما مشاش معاهم في الطريق. ال3 هذم اللي مشاو مع بعضهم مشاو قطعوا الحدود. إنه هو قطعوا الحدود أحمد أخوك معاهم؟ خويا معاهم. نرجعوا أعطينا التاريخ وقتاش؟ التاريخ نتصور نهار الأربعاء، نهار الأربعاء في الليل نتصورهم. أنا الأربعاء اللي فات. نهار الأربعاء بعد صلاة الفجر. هم خرجوا من هنا بعد صلاة الفجر، نتصورهم قطعوا الحدود في 7-8 متاع العشية. خوك معناتها خرج نهار الأربعاء اللي فاتت من الدار وما خليش لا ورقة لا خلى حتى لا خلى حتى شيء، حتى ورقة. أما هو كي خرج من هنا أني حاضرة هوني، قالها يا ما راني ماشي ومانيش باش نرجع. ايش قبلوا انت؟ ويضحك وفرحان. قبلوا دبر راسك وانا قعدت بايته علاش قتلوا كيما هكا، علاش ما شديتوش، علاش ما رجعتوش. يا ربي ديما خلوة. شوف سيدة رفيق، بالنسبة ولدك عبد الكريم نحسه مريض نفسي. بخلاف شنو تحس انت؟ اعطينا شنو عنده انتماء معناتها ديني ولا سياسي؟ معناتها ينتميش الحزب؟ ما عندوش انتماء سياسي، لا يؤمن بوجود الاحزاب، ما عندوش ذلك، ما يؤمنش جملة بحاجة اسمها حزب ولا نشاط سياسي، ما عندوش هدف سياسي ولا اهتمام بالامور السياسية الجملة. عنده لحية ملتحي، ساعات يحلقها اللحية متاعو، اما يؤمن انه المذهب الاسلامي الاحسن هو اتباع السنة النبوية. معناتها اكثر انتماءاته انه يتبع السنة والحديث والعلوم الصحيحة متاع الدين، ما عندوش حتى انتماء سياسي ولا هدف سياسي. بنرجع سيدة رفيقة، كنت قلت لنا بكونه زوجك في المنجي تحول لتبرقة بخصوص البحث عن ابنك عبد الكريم، صحيحة الحكاية؟ قلت لك تحول لحدود الجزائر، وعند حلول الليل تحول التبرقة باش ياخذ نزل. معناتها البارح مشى اللي هو نهار السبت هكا ولا؟ نهار السبت على الصباح للبحث. بعد اني معناتها انفجرت على خاطر اني ما كنتش نسحب ولدي باش يختفي، وكذلك المعلومات الا اكتشفتها أصابتني بدهشة شديدة، ما كنتش أتصور باش توصل، لكن حسيت إلا أني محبوكة. هالولد هذايا بالذات أحمد في السنة الفارطة
مرة هيك يتكلم بالقوي، احنا عندنا عطرية محلولة لهنا، يتكلم بالقوي بحيث اني نسمعه، يقول له عبد الكريم جهاد جهاد، تتخلص انت تخلص كيفاش بطل العبد على قراته ويمشي جاهد. اللي كيف قال لي راجلي اول نهار معناتها قالوا واحد مقنع واحمد، قلت له يستحيل كيفاش هذاك معناتها قال الكلمة هذيك ويمشي. لكن هو اول واحد التحق بالتراب التونسي، عنده وصيلهم للتراب الجزائري، عمل بالدورة ورجع. وصلهم ورجع معنا. وصلهم ورجع. وصلهم ورجع. سامحني باش نسألك، شكون اللي قال لك المعلومة هذه معناتها؟ هو ذاته أحمد هو اللي قال الكلام هذايا، قال أني كي وصلت غاديك جست ماشي نحوس، قال هكا بالطريقه هذه اني ماشي نحوس وهو ماهوش جدي معناتها انه ماشي يجاهد، وخدر بهم هذا الزراري صغار زوز، واحد عمرهم 18 عام والاخر خويا ما كناش النيه وصلهم فانا بلاصه فانا حل نتصور وصلهم العنابه، نتصور معناتها دخلوا للجبال عن طريق الغرديماء حاجه كيما هكا. نتصور دخلوا من الحدود هذيك، حصلوا وصلهم نتصور العنابه ولا حاجه، وقال لهم ابقاو استناو، نتصور عطاهم كلك نوامر وقال لهم تتصلوا بهم وتوا يجيوكم العباد هذوما ومشى. ونهار اللي مشى خوك من غير ما يقول لهم راني ماشي، قال لهم راني ماشي نشري في شوكولاته ولا حاجه باش ناكلها. يقولوا عن معلومات بصراحه تامه. قال قلت له عبد الكريم نرجعوا، قال عبد الكريم شدد صحيح ما يحبش يرجع، شدد صحيح في الاستشهاد. انا قلت له بالقضيه واعطيت بالهربه. وعبد الكريم من وقت اللي مشى سمعوا به عائله خالد كريفه، اتصلوا به مع انه ولدي هو الاكبر فيهم سن، معناتها العمليه الا انه عبد الكريم هو اللي دار بالزوز وليدات الاخرين وهو اللي هزهم. ولكن انا باش نحكي بالحقيقه، والحقيقه الحق حق ان يتبع. سمعوا به عائله كريفه الا انه جاء، اتصلوا بمكنين واعطاهم الكيس نتاع ولدهم ومشاو نحو الحدود واتصلوا بولدهم، وولدهم رجع في اتجاه تونس. أنا نتساءل إن كان ولدي الفاعل وولدي إلا هزهم، ما هو يبقى يسيطر عليهم. كان هو ما نجمش يسيطر على أحمد، كيف قال ولد صغير وأصغر وعاقل وكل، كان ينجم يسيطر عليه ويمنعه هكا ولا لا؟ لكن عبد الكريم أخذا البيس معناتها نتاع خالد خلاها معاه. خالد قال له راني مروح، يظهر لي حسب ما نتذكر هكا حكيت لي. خالد قال له يا عبد الكريم راني مروح ومانيش باش نكمل، قال له وما عندوش تليفون، خويا كي خرج من هنا ما لا عنده لا تليفون لا بيس، قال له هاو البيس هذيا، اعطاه تليفونه ورجع قال له برا روح على روحك. باهي الزهار تو باش نحاوصلوا حديثنا الكل. معناتها هما ثم 3 شبان اصيلي مدينه صياده اللي هما عبد الكريم خوك لقبوا جقيرين، ومعاهم خالد كريفه، والثالث شكون؟ الثالث مروان الزاهي. باهي هذوما 3 شبان من صياده. الجمعه اللي فاتت وتحديدا نهار الاربعاء اللي فات خرجوا من ديارهم الفجر وتحولوا خارج الحدود التونسيه، مازلتوا ما تعرفوش وين مشاو بالضبط هكا ولا؟ رغم اللي امك تقول مشاو للجزائر. مؤكد انهم مشاو للجزائر خاطر اتصلوا بنمرو عبد الكريم رقم جزائري وتحصلوا عليه معناتها، والاولاد الاخرين اكدوا اللي رجعوا اللي هما قطعوا حدود الجزائر ورجعوا من غاديك. باش نسالك من نهار الاربعاء حتى لتوا عبد الكريم ما تكلمش بالكل؟ ما طلبش لا في التليفون؟ لا ما طلبناش، هو ما طلبناش. ولدي مغسولة دماغ، أعمل قلب حاجك، نظن بيه حتى سحر، ظاهر لي معناتها حاسيك حتى مسحه. صدقني على خاطر اني قالت لك معناتها تقول واحد خاطر فهمته بكل الاساليب، قال لي معناتها ممكن اسلوب ماما في الحديث اغلب الوقت ما يتفاهموش في الاراء، وطريقتها في النقاش توتر له اعصابه. عبد الكريم ما ينجمش يسمع من امه في العاده، قبل كان ياسر متعلق بها ويحبها، وصل ان سرتان مومون الخلطه الخارجيه اثروا فيه وخلوه ما عادش يسمع كلام امه. الزهار يعطيكم الصحه، يعطيك الصحه سيدي رفيق، ان شاء الله ربي نسمعوا جديد على عبد الكريم، ان شاء الله يكون لاباس، ان شاء الله يرجع بحذاكم ان شاء الله.